السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بمناسبة رمضان والدتي ربنا يشفيها ويعفو عنها وتقوم لنا بألف سلامة. كانت ده الفيديو عملته قبل ما تدخل المستشفى على طول، تسيح السمنة، علشان كانت نفسها البنات الصغيرة وكلنا نتعلم ازاي بنسيح السمنة. فيا ريت تدعوا امي مرضى المسلمين جميعا ان هي تطلع بخير ان شاء الله، وما تنسوش تدعوا لها كتير علشان احنا داخلين على ايام مفترجة ان شاء الله، واللهم بلغنا رمضان. السلام عليكم، ازيكم النهارده مع ماما في المطبخ بتاعها حبيبتي ربنا يبارك فيها. قالت النهارده هتعمل بقى السمنه البلدي ازاي بتعملها، والزبده البلدي هتشرح لنا النهارده كل الطريقه بتتعمل ازاي وازاي تتسيح ونطلع احلى سمنه بلدي، وهتقول لكم ازاي المغشوشه من الصلحه وازاي بيلعبوا فيها. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. الزبده الصح الحلوه قوي اللي تاخديها تحطيها على طرف ايديكي، ايوه تدوب زي الكريمه كده. اه امتصتها يبقى ده مش مغشوش. اهي هجربها لكم انا عشان ماما. بصوا بصي السمنه بتسيح ازاي وبتدوب، مش بتدهن. ايوه وبصوا مش ماسكه، صح كده يا ماما؟ بصوا اهي دابت كده على الايد، ولما تحطيها في سقف بقك هتلاقيها دابت مش مجلده كده، مش ملزقه. هي دي كده السمنه الكويسه لما تيجي نستخدمها ان شاء الله. احنا كده حطينا كل السمنه في الحله. الحله عندنا هنا الومنيوم علشان توزع الحراره كويس، وممكن برضو الجرانيت، بس الاحسن واللي على اصوله الالومنيوم اللي هو التقيل ده. وهنبتدي نشغل عليها النار، نزلين الكميه كلها ايا يكن ايه الكميه كلها بتتعمل كلها بنفس الطريقه. احنا جايبين هنا الزبده كلها علشان نعملها سمنه. عندنا ماما دي زبده نوعها ايه؟ بقري. وبعدين احنا بنسيحها عشان المرطة بتبقى فيها المواد الدهنية الكتير اللي احنا مش عايزينها. ايوه لكن الزبدة بتبقى حاجة طبيعية تمشي في شرايين القلب، ما تقفش وما تسدش. ايوه شرايين القلب، يعني السمنة اللي احنا بنعملها في البيت دي بتبقى احسن كتير من اللي احنا بنشتريها جاهزة. ده غير ان هو بصوا بتبتدي تسيح كده، يبتدي كل اللي هي قوالب الزبدة دي بتسيح عندنا، وبتبتدي. انا بصراحة بحب الزبدة الصفراء، بيبقى طعمها احلى وبتبقى حلوة قوي في الحلويات، لكن البيضة بيبقى ليها طعم قوي قوي، وبتبقى نوعها تقريبا دي الجاموسي، صح؟ الابيض. بس انا بحب طول عمري بحب الزبده الصفراء، اللي هي لما تيجي نعملها بتبقى السمنه صفراء كده ومرمله. وهنشوف مع بعض اهم حاجه واحنا بنعمل السمنه نفضل واقفين عليها، ما نمشيش علشان ما تتحرقش مننا وتطلع معانا صح ان شاء الله باذن الله. باذن الله. احنا كده واقفين عليها، مخلين النار كده على نار وسط وسايبينها تسيح قدامنا، وكل شويه بقى هنبتدي نقلب فيها علشان المرطه بتاعتنا ما تتكونش تحت وتتحرق وتبوظ لنا السمنه وتخليها غامقه. لكن طول ما احنا عيننا عليها وبنقلب فيها هتفضل ان شاء الله معانا زي الدهب زي ما امي بتقول. شايفين اهي السمنه ابتدت عندنا، الزبده عندي ابتدت تسيح اهي. ببتدي اقلب كده فيها، هي لسه مش كلها، بس شايفين الرغوه اللي على الوش دي؟ هي دي المرطه فيما بعد، صح يا ماما؟ ايوه هي دي المرطه. ايوه، فانا ببتدي كده اقلب فيها، شايفين؟ عشان الزبده تبتدي تدوب عندنا واحنا واقفين عليها، مش بنسيبها خالص، ولازم ايدينا تبقى فيها على طول. بصوا طول ما احنا بنقلب فيها بتسيح اسرع بقى، تبتدي بقى عندي تسيح وتبتدي تدخل ان شاء الله في السوا. الموضوع ما بياخدش وقت، بس عايز صبر وعايز ان احنا ما نعليش النار قوي علشان تبقى كل حاجه تحت السيطره. ده اللي ماما على طول تقول لنا. لو سبتيها شويه بتتحرق. علشان اللي هي بتبقى المرطه بتبقى مرره بعد كده. والسمنه شخصيا بتتاثر واللون بتاعها كمان. اهم حاجه نقلب كويس جدا، نفضل اهو. بصوا زي ما انتم شايفين ابتدت اهي تسيح خالص، انا ايدي فيها بحركها طول ما احنا خلينها على نار وسط او عاليه. لازم ايدينا تفضل كده فيها ما تعلاش قوي علشان ما تتحرقش منها، عشان بتبقى الحته اللي تحت احنا مش شايفينها فممكن تتلسع.
لكن اهو بصوا فاضل حاجات بسيطه جدا، يعني هي دي تقريبا اهو دول اللي مسحوش لسه، لكن الباقي كله ساح. واحنا بنفضل ندوب فيها كده ونوزع الحراره. وشايفين الوش ده، طول ما الوش ده موجود اعرفوا ان لسه السمنه ما اتكونتش عندنا. لازم تبقى رايقه معانا كده والوش بتاعها صافي تماما، وهي شخصيا بصوا تبقى فصلت بقى اللبن بقى. ما هي الزبده دي بيبقى فيها لبن وميه، الدهون احنا عايزين الدهون بس اللي هي السمنه. فلما السمنه تفصل معانا هتبقى جاهزه، الزبده لما تيجي تفصل معانا هتبقى سمنه جاهزه. ودي البرطمانات عندنا بتبقى ازاز، بتبقى احسن كتير للتخزين. احنا بنحب نعمل كذا حجم علشان نطلع واحده واحده ونحافظ عليها اكتر. بنعقمها، بنغسلها كويس، وبعد ما بنغسلها ونتاكد ان هي بقت مغسوله كويس جدا انا هبتدي اعقمها واحطها في الميكرويف لمده دقيقتين لحد ما يسخن ويبقى متعقم عندي تمام، عشان كمان السمنه تعيش اكتر معانا وتدينا طعم حلو. لازم البرطمانات بتاعتنا ما تبقاش كارفه اي طعم وتبقى مغسوله كويس، وحتى بعد ما نغسلها نعقمها ونتاكد ان مفيش طعم الصابون السائل او الحاجات دي. ده الزبده عندي بعد خلاص مساحت كلها، شايفين من تحت ابتدت تروق ازاي، بس كونت وش عندي. ده الوش اللي لازم ينزل لتحت ويبقى عندي مرتب والسمنه تفصل معايا. بصوا شايفين هي كده ساحت خالص. هنستنى بقى لحد ما الوش عندي ده يروق خالص وما يبقاش فيه، وفي الوقت ده انا عندي البرطمانات بعقمها في نفس الوقت علشان تعيش معايا اطول وقت وما تكرفش والسمنه بتاعتنا تبقى كويسه. صح كده يا ماما؟ الناس اللي بتغش الزبده دي مش عارفه هتروح من ربنا فين. بيغشوها كتير قوي وبيتلاقي يعني فيها. السنه دي اول مره يبقى في غش في الزبده كتير قوي قوي قوي. ايوه صح. يعني انا واحده بعت لي زبده اونلاين ما تنفعش زبده اصلا. لا لازم يبقى مكان موثوق فيه ومعتمدين عليه على طول، هم الناس الفلاحين وكده، او مكان بيجيب لكم من الفلاحين والصعايده وكده، بيعملوا السمنه في الموسم بتاعها تقريبا الشتاء. تبقى احسن زبده تاخدوها جاموسي بقري، النوعين دول، او لبان تبقوا عارفينه وواثقين فيه كويس جدا، علشان هو احلى زبده بتاع طوبه. بتاعه طوبه. وكمان علشان ما تتخمش معاكم وتلاقوها بتفور وتلاقوها ليها ريحه مختلفه او طعم مختلف، بتبقى باينه جدا. لكن ان شاء الله مع بعض هنشوف السمنه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين احنا واقفين عليها نقلب. الصغيره اللي مش عارفين بقى هم يتعلموا بقى. ايوه اهي معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، بنقلب اهو بالخطوه علشان ايه ما يقولوش طب دي فارت دي عملت، لا. بقى المهمه ان احنا نعملها في حله كبيره وليها عمق كبير، علشان لما تيجي تعلى معانا ما تفرش وتطلع بره او تبهدل معانا البوتاجاز ونهدر من كميه الزبده. فلازم نبقى واخدين بالنا. زي ما انتم شايفين الحله عندي بصوا في حته قد ايه فاضيه وهي ابتدت تعلى علشان تبتدي تصفي، تبتدي تفور معانا، اللي هي تبتدي تغلي علشان تبتدي تصفي معانا وتبقى الزبده بتاعتنا سمنه وتنزل المرتة. صح يا ماما؟ بس اهم حاجه ايدينا تبقى فيها. بصوا ايوه. وكمان اختي هي كمان قالت، اختي الكبيره قالت ان بيترسب تحت، فاحنا لازم نقعد نقلب. هي وماما قالوا لي الموضوع ده لان انا بصراحه اول مره اعمل السمنه. ماما هي ربنا يبارك لها هي اللي كانت بتعملها، بس خلاص بقى السنه دي قالت لا كل واحد يعتمد على نفسه، فقالت لا هنعملها ونصورها عشان ايه نتعلم كلنا سوا. وبنرسب كده، شايفين الترسبات اللي بتبقى تحت؟ انا بقلب علشان اجيب اللي تحت عشان ما يتحرقش، يعني اللي تحت يفضل معانا لونه فاتح. بصوا كده ابتدت بقى تبتدي تصفى بقى وتنزل الرغاوي بتاعتها تقل خالص بعد ما عليت شويه. بعد كده ابتدت تهدى علشان تنزل الترسبات بتاعتها تحت اللي هي المرته. وانا بقلب برضو فيها علشان المرته لما تتكون تحت ما تتحرقش مننا، دي اهم حاجه اهي، لحد ما تصفى خالص معانا وتبقى السمنه جاهزه عندنا. احنا اهي السمنه بصوا ابتدت تروق معانا كده، وابتدى الوش عندنا يظهر الرغاوي وهيبتدي ينزل يختفي. بس شايفين ابتدت تروق ازاي؟ ابتدت تفصل بقى المرته اهي كده. وانا بقلب لازم تحت علشان ما يتحرقش عندنا، علشان اهو بصوا شايفين لازم
تروق كويس معانا. لازم ايدينا تفضل فيها علشان ما تغمقش معانا او تتحرق. والوش بتاعها اهو ابتدى يروق عندي. وشايفين الرغاوي اللي من فوق دي لازم تختفي خالص، لازم الوش بتاعها يكون صافي تماما علشان نتأكد ان السمنة بتاعتنا هتعيش معانا اطول وقت وما يبقاش فيها اي مية ولا اي لبن. لازم ناخد بالنا من الخطوة دي وما نستعجلش عليها ونقلب فيها علشان المرتة اللي بتتكون تحت ما تتلسعش. دي من التكات المهمة جدا. واول ما الوش ده يبتدي يختفي عندنا هتبقى كده السمنة جاهزة عندي. اهم حاجه ما نسيبهاش تغمق وتفضل لونها ذهبي بالشكل ده. انا بصور لكم بادق التفاصيل علشان تشوفوا الخطوات بتاعتها. شايفين هي رغوه بسيطه بس لازم استناها لحد ما تتبخر وتنزل عندي المرتة وتبقى عندي السمنه بتاعتي صافيه تماما، الوش بتاعها صافي خالص. عقمت البرطمانات اللي انا حطيت فيها السمنه، حطيتهم في الميكرويف تقريبا لمده دقيقتين بعد ما غسلتهم وسبتهم ينشفوا. حطيتهم في الميكرويف وسبتهم لمده دقيقتين. وممكن نعقمهم بالطريقه التقليديه ان احنا نغلي ميه سخنه ونحط فيها البرطمانات، وبعد ما تغلي كويس جدا الميه ننزل البرطمانات وتسيبها تغلي على درجه حراره عاليه ونسيبها لمده 5 دقايق كده علشان نتأكد ان هي اتعقمت كويس جدا بدرجة حرارة عالية وتقتل كل الجراثيم علشان نحافظ على السمنة بتاعتنا لأطول وقت وما تزرنخش معانا ما يقابلناش اي مشاكل فيها. وطول ما احنا واقفين على السمنة لازم ناخد بالنا ان احنا نخليه النار على وسط ونقعد نقلب فيها كويس جدا ونجيب اللي تحت ونقلبه. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص كده قربت تستوي، اللي هو الرغاوي دي ما بتاخدش وقت خلاص وهتكون جاهزة معايا. وبتكون عندي المرتة بيتعمل بيها حاجات كتير جدا، من ضمنها طبعا الجبنة القديمة او الجبنة المش. انا عملتها انا وماما في فيديو قبل كده هسيب لكم فيه صندوق الوصف. وماما حبيبتي بس تعبت شوية فقامت وانا كملت. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص كده السمنة عندي جاهزة. برش في الخطوة دي رشة ملح علشان تحافظ عليها وعشان ما تبص معانا وما تغيرش. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص الفقاقيع على الوش دي بتطلع من الغليان بتاعها. اهم حاجة نتأكد ان هي بعد ما نطفي عليها الفقاقيع دي تروح. لو لقينا لسه في وش عليها يبقى هي كده لسه عايزة تقعد على النار. نخلي بالنا من الخطوة دي. واهم حاجة برضو كل شوية نشوف المرتة من تحت لونها لسه ذهبي عشان ما تغمقش وتبوظ معانا. بعد كده البرطمانات تكون جاهزة عندي. انا بعمل احجام صغيرة علشان لو محتاجين برطمان ما نطلعش كل برطمان كبير ونفضل نفتح فيه ويدخل هوا فيبوظ. فالبرطمانات الصغيرة دي بتساعد جدا وبتكون عملية. وزي ما انتم شايفين مفيش احسن من السمنة البلدي اللي احنا بنعملها في البيت، بنبقى واثقين فيها 100%. زي ما انتم شايفين الوش بتاعها صافي خالص. وعملتنا الكمية ده المخزون بتاع رمضان ليا انا وامي واخواتي. يا ريت تدعوا لامي بالشفاء العاجل. وزي ما انتم شايفين كده المرتة دي زي ما قلت لكم بتتاكل وطعمها لذيذ جدا. وكمان في ناس بتحطها في الجبنة وبتعمل طعم جميل قوي في الجبنة المش، والدتي بتحطها فيها طعمها جميل جدا. وفي ناس بتاكلها مع الفطير كده بتبقى برضو حلوة قوي. وبعد ما بنخلص السمنة عندنا بنحطها في التلاجة بس بعد ما تهدى تماما عشان ما تبوظش التلاجة ونقفل عليها بالغطا. ودي السمنة بعد ما قعدت في التلاجة. والسمنة التانية دي اللي انا مستخدماها دي اللي انا بقولكم عليها مغشوشة، طعمها مش حلو وغريبة، حتى لونها كده باهت مش مدي ولا ابيض ولا اصفر، تحسوا ان هي مخلطة او فيها غش تقريبا. ريحتها مش حلوة. بصوا دي السمنة بتاعت مامتي اللي انا عملتها. بصوا بعد ما مسكت نفسها في التلاجة، انا كنت حطاها في التلاجة التانية كانت برا التلاجة. شايفين اللون الاصفر القوي ده غير ريحتها الجميلة جدا. دي طبعا ولا ريحة ولا طعم ولا اي حاجة، ولونها كمان غريب كده، تحسوا ان هي سمنه خليط مش سمن بلدي خالص. مفيش احسن ولا اضمن من السمنه اللي احنا عاملينها في البيت. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وشكرا لمتابعتكم الجميله.